ومش هتعرف تستفيد استفادة كاملة بالكنز ده إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة، إلا لما تعرف أنت محتاج تتجاهل إيه. 3 مواقف، 3 لقطات محتاج تتجاهل فيهم: نقد غير بناء، خطأ غير مقصود، غضب يضيع مصلحة. رقم واحد، وانت في تصرفاتك الطبيعية ممكن واحد ينتقدك. النقد ده يا إما بناء، حد شاف حاجة غلط عندك فقعد يفكر بمنطق يقولها لك ازاي، وقعد يفكر في بدائل، عمل هوم وورك بتاعه عشان يعرف يبقى كلامه مقنع ومنطقي، وجي قال لك كده بينك وبينه بطريقة لطيفة جدا: خد بالك انت غلطت في دي. ده مستشارك، ده على دماغك، ده من ربنا بعتهولك عشان يصحح مسارك في الحياة. لكن لما تلاقي واحد جاي بيقولها في صيغه سخريه، او كلام فيه سوء ادب، او كلام مش منطقي ما فيهوش اي اقتراح لاي بديل عن تصرفاتك، حد عنده مشكله داخليه بيسقطها عليك، كلام مش مفيد يشبه اللغو، ساعتها تعمل زي ما ربنا قال في صفه عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يعني اكرم نفسه ان هو ينشغل بالرد على كلام غير مفيد. التجاهل ده حاجة أساسية في حياتنا. التجاهل لازم يكون حاجة أساسية في يومنا اللي بنمر بيه كل يوم. لازم نتجاهل عشان خاطر الناس اللي بنحبهم واللي عايزين نكمل معاهم. نتجاهل عشان في حاجات بتكون مش مستاهلة نزعل، مش مستاهلة نخاصم بعض، مش مستاهلة نسيب بعض علشانها. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اتمنى اللي اول مرة يشوفني ياريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد باذن الله، ويعمل لايك للفيديو دوت عشان يوصلك مني كل فيديو جديد باذن الله. اول حاجه كده زي ما شفتوا معايا لميت الغسيل وطبقته على طول عشان خاطر ايه؟ ما يكونش عندي غسيل كتير، وحطيته في الدولاب. وبعد كده دخلت جهزت فطار كده سريع يعني ليا انا والبنات. عملت فول وطعميه وسلطه وعيش. كانش جوزي يعني هياكل معانا، كان في الشغل، وابني برضو كان معاه. فايه عملت لهم عملت لي انا والولاد بس كده. المهم فطرنا وخلصنا وكل حاجة، ودخلت بقى ايه بشوف حبة حاجات كده هعملها في المطبخ. كان البرطمان بتاع الملح كانش فيه ملح، فايه حطيت فيه ملح على طول كده، لاني العلبة دي على طول جنب ايديا بغسل بيها بقى الفراخ. بحط على اي اكل جنبي وكده، فاول ما بتفضى بعبيها على طول. ومسحت جنب الرخامة والعلب بقى بتاعت الشاي بقى والسكر والقهوة وكده، وظبطت كده الدنيا جنبي. وبعد كده يعني انا ايه عقبال ما ظبطت الحاجة كده بعت البنات جابوا لي قهوة، لان بصراحة ما كانش عندي قهوة. بعت بنتي جابت لي قهوة. فجت بقى كده ايه، ببقى سعيدة جدا وانا داخلة اعمل فنجان القهوة بتاعي. بصراحة يعني انا وانا بجهزه بكون سعيدة اكتر من وانا بشربه. يعني حاسة كده ان انا بقى في حاجة في حياتي كده، حاجة مهمة هو فنجان القهوة ده. خصوصا انا ما بشربوش كل يوم. ما بحبش اشرب القهوة كل يوم، ما بستمتعش بطعمها سبحان الله، يعني مش عارفة ازاي. يعني مثلا لو قعدت ممكن اشربها يومين ورا بعض، ان قعدت كده 4 5 ايام اشربها لا بحس ان انا مش بستمتع بطعمها قوي. فقلت اليوم ده هعملها بقى ايه، باللبن. بس انا مش بعملها باللبن الكمية كلها، بعمل نصها مية ونصها لبن، لان انا ما كنتش بحب باللبن خالص. بس حبيتها الفتره دي، فقلت ما دام هعملها باللبن اكبرها كده واعملها ايه في مج. ودي كانت اول مره اشرب قهوه في مج، انا بشربها في كوبايه صغيره. آم، تمام عملتها كده بقى، قلت اشربها وبعد كده ادخل بقى اشوف اللي ورايا. دخلت فين بقى؟ اول حاجه على التلاجة، كانت متبهدله وحالتها بالبلة. التلاجة انا حطاها في الصالة، فهي عايشة معانا في اي وقت. وبعدين انا معلمة ولادي اي اكل يبقى معاهم يحطوه في التلاجة عشان ما يسيبوهوش بره ويتبهدل والدبان والنمل وكده. فعندي بنتي الصغيرة اتعلمت بقى من اخواتها، بقت تعمل ايه اي حاجة معاها تروح حطها في التلاجة. الكوباية اللي وريتها لكم دي كوباية كان فيها حبة عصير برتقال صغيرين خالص، مرضتش تشربهم لقيتها حطاهم في التلاجة. المهم كنت حاطة بقى كده ايه عسل آم، في برطمان اتدلق بقى منهم، وهما بيحطوا الحاجة فبهدل التلاجة كلها. درج التلاجة طبعا ده ما بيتحطش فيه خضار، هو ما بيتحطش فيه غير دقيق سكر توابل، أي يعني بهارات. بصوا اي حاجة كده عندك
يعني تحطيه فيها بصراحة أحسن من الخضار. المهم أنا بقى إيه، وكنت حاطة فيه بلح كمان، كان الكيس بتاع البلح اتقطع، فبتحط يعني الدلق في الدرج. فالمهم قلت لا بقى افضي كل حاجة دي في التلاجة، وشلت البيض وشلت الأدوية. في رف للأدوية لازم ضروري في كل تلاجة، زي البطاقة بتاعتك في شنطتك كده، دوت رف الأدوية اللي موجود في كل تلاجة. المهم فضيته كله كده، وقلت برضو ايه اشوف الأدوية اللي انا مش محتاجاها برضو هشيلها، وشلت كل الرفوف. قلت ايه امسك التلاجة بقى كده اغسلها غسلة محترمة. بالنسبة للرف دوت، الجزء اللي من فوق ده ما بيتشالش، بيتشال من تحت بس، والجزء العالي بيبقى من جوه عشان بس محدش يغلط، ولما يجي يركبه هيركب الجزء العالي دوت هيبقى من بره. انا عارفة هتتلخبطوا والله، انا عارفة لان بتحصل معايا كتير. انا التلاجة دي مش من وقت جوازي، يعني انا جايباها من سنة وكم شهر كده يعني. كنت بصراحة واخداها بدل تبديل يعني. انا كان عندي تلاجة كنت جايباها من توشيبا بقالها كذا يعني فترة، يعني كذا سنة. فبصراحة شركة توشيبا ربنا يبارك لها، وبجد شركة محترمة جدا. عملت لي تبديل لان هي كان فيها عيب في الصيانة، وكانت كل شوية بتحتاج ايه صيانة، فعملوا لي تبديل بواحدة غيرها، ودي شرب يعني. حتى انا استغربت وناس كتير استغربت اني شركة توشيبا ممكن تعمل تبديل التلاجة القديمة بس لما يكون فيها عيب صناعة من عندهم بشرب عادي يعني. فجبتها، هي حلوة بصراحة يعني، ما شاء الله عليها. بقى في مرة كده اعمل لكم ريفيو عنها بإذن الله. المهم بقى جيت كده كان في كام طبق كده في الحوض، فقلت اغسلهم واخلص اللي في الحوض، وبعد كده هجيب الصابون ده احط كده حبة مية بصابون، لان الصابون هنا انا فضيت الكيلو كله فكان ايه خام بقى، فاهمين تقيل. فحطيت حبة كده في طبق وعليهم مية، وبالسبونشة كده ايه اغسل بقى كده سريع سريع. ما خدتش معايا وقت خالص الرفوف دي يعني بصراحة. بقول لكم عارفين بقى يعني تلاجتي القديمة كانت عبارة عن الرفوف اللي هو السلك ده، او المعدن او الحديد اللي مع الوقت كان بيصدي يعني. فانا بالنسبة لي ان التلاجة دي الرفوف الازاز دي كنت حاجة خايفة منها بصراحة في الاول، بس هي الحمد لله يعني كويسة لحد دلوقتي يعني معايا. المهم الرف دوت بقى اللي انا خدت فيه مقلب بصراحه. انا كنت عامله ان الرف ده حاجه جميله جدا، وكانت بتعجبني التلاجات اللي فيها الرف دوت اللي بتتفتح كده زي الباب. بس بصراحه حسيته يعني انه مش عملي قوي، مش عاجبني يعني قوي. المهم هنا بقى ايه كنت بغسل بقى كده الرفوف الازاز دي حلوه وبتتغسل يعني على طول وبتنضف. كان فيها العسل مبهدل الدنيا، بس انا حطيت عليه ميه وسبته شويه عشان بيلزق. المهم بقى كده ايه بعد ما غسلته كده آه وانا بشطفه زي ما انتوا شايفين كده، كنت بحاول افتح الجزء البلاستيك ده والازاز عن بعض، لاني كان العسل داخل جواه. تمام. انا لما سبته شويه بعد كده بقى الايه وهو بيتصفى، فالعسل كله اللي من جوه البلاستيك ده نزل بقى معايا ونطفت وبقت زي الفل. في رف لو كنت خدتوا بالكم ما تشالش، انا مش فاهمه بصراحه هو ما بيتشالش ولا انا مش عارفه اشيله. انا كذا مره اغسلها ما بعرفش اشيله بصراحه. الوحيد اللي تقريبا ما بيتشالش والغطا بتاع الجزء ده ما بيتشالش برضه، يعني عشان خاطر اللي عنده يقول لي هي شرب. تمام. فكنت عايزة أعرف يعني في رف كده اللي هو فوق الدرج دوت ما بيتخلعش خالص يعني، فاللي عنده يا ريت يقول لي. بالنسبه بقى للزقه دي، ده كانت علبه كده بتتحط مثلا فيها مراهم، آم، انبوبه، شريط قصدي برشام كده ولا حاجه. فانا ما رضيتش اشيل اللزقه بتاعتها من ساعه ما جبتها، لاني عارفه العلبه دي صغيره وخفيفه فالولاد هيلعبوا بيها وتضيع. فانا خليتها كده باللزقه بتاعتها وبغسلها وعادي وزي الفل والله يعني ثابته ولازقه وقاعده مكانها ما اتحركتش لغايه دلوقتي. المهم خلصت كده الحاجة بتاعة التلاجة وايه وخليتهم يتصفى. انا بصراحة قلت اغسل التلاجة مش هغسل الفريزر، لان التلاجة هي اللي متبهدلة. تمام. فحطيت كده بقى ايه الصابون بقى اللي معايا والميه، وحطيت عليهم حبة خل، وقلت اروح اغسل بقى الرف الموجود ده اللي بقول لكم عليه ما بيتخلعش خالص. حاولت فيه كذا مرة ما عرفتش. ده كان اكتر مكان فيه عسل لاني كان نزل لتحت الدرج. تمام. فمسكته بقى كده ايه حطيت له الصابون واسيبه شويه وبعد كده اغسله. لما يكون في عندك رف متبهدل كده اهو، ما تاخديش من مكانه الرغوه يعني او الصابون، وتغسلي مكان نضيف لان هيتبهدل. ومعايا فوطه كده اهو، هبتدي بقى ايه اشيل بقى طبعا كل الصابون ده والحاجات اللي لازقه دي كلها، وهغسل الفوطه وارجع تاني امسح
وابتدي اغسل تاني كده على لغايه ما ما الجزء ده كله ينضف. بعد كده هغير الميه بالصابون اللي معايا، وهجيب ميه بصابون تاني نضيفه زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهغسل الاسبونشه وكل حاجه عشان خاطر ابتدي بقى اغسل التلاجة على نظافه زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا الجزء اللي من ورا ده كان فيه برضو عسل مدلوق، وانا ما كنتش شايفاه، بس عشان خاطر الميه لما يعني جت عليه، فكل شويه هتلاقوه بقى كده منقط، فانا سبته ينقط عشان خاطر اي عسل جواه او اي حاجة تنزل بقى كلها. طبعا انا سبت التلاجة لغاية ما جابت اخرها يعني بصراحة. آم، وده يعني غلط مني، المفروض يعني ما اسيبهاش كل دوت، بس انا بصراحة يعني اتأخرت عنها كده شوية يعني. المهم بقى ومسكت الجنب كده غسلتها كلها وبالفوطة. طبعا بمسح بقى كده بالفوطة واروح اشطفها واجيبها تاني، امسح بقى فيها لغاية ما كل حاجة نتفت. زي ما قلت لكم انا كنت ناوية اغسل التلاجة، بس هنا برضو جيت في الباب برضو وغسلته برضو كده، قلت لا، ما انا لازم احميها كلها بقى، انا هحمي جزء وجزء، لا لا لازم كلها تنضف يعني. فانا بصراحة زي ما قلت لكم ما كنتش اغسل الفريزر، بس فتحتها كده وبصيت فيها لقيتها لا محتاجة بصراحة، يعني حاجة بسيطة بس كده مكان ردة العيش وكده، فقلت لا ادخل اغسلها. جبت الرف ده، وده جزئين كده بيبقى جواهم مية، بيبقى ليهم مكان كده اهو في الرف بتاعهم. دول عبارة عن فيهم مية، بيجمدوا، بيبقوا عبارة عن تلج، عشان خاطر لو النور قطع ولا حاجة تفضل الفريزر محتفظة بدرجة البرودة بتاعتها، عشان خاطر الحاجة اللي فيها ما تبص. ودي كانت حاجة حلوة يعني فيها. بالنسبة ده درج المكعبات بتاعة التلج. الجزء اللي هو بيتحط فيه المكعبات دوت، بعد ما بتجمد بتلف فيها كده اهو، بتنزل بقى في الدرج اللي تحتيها على طول، وبيتحط بقى يبقى فيه التلج خلاص جاهز. بس اوعي ولا نقطة مية تيجي في الدرج اللي هو بتاع التلج، عشان خاطر التلج كله هيمسك في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ده بيتشال من مكانه ويتحط في اي مكان تاني. المهم مسحت كده ونضفتها، ودول لفتين جلاش ما بقدرش استغنى عنهم، هي لفة ونص. وحطيت كده بقى في الفريزر كده من فوق الحاجات اللي انا بحتاجها، بس يعني مثلا العيش اللي هنفطر بيه، حاطه مثلا فينو، كنت خلاص هعمله ان شاء الله فيجيتار، كيلو لبن، كده يعني حاجات بسيطه جدا. عندي دي فريزر ببقى حاطه فيه كل حاجه. جيت بقى كده في الدرج ورحت حطيت السكر والبرطمان دوت، حطيت فيه بلح، ورجعت بقى كده البيض، ورجعت رف الادويه اللي ما اقدرش استغنى عنه طبعا. كل بيت مصر فيه رف الادويه ده، بس شلت الادويه بقى اللي مش محتاجاها. والتلاجة كده فاضيه وما فيهاش اي حاجه، قلت خلاص انا هستخدم كل بقى حاجه فيها. طلعتها واستخدمتها وخلاص، وقلت بقى اخليها كده نضيفه لغايه ما انزل كده اجيب لها حبه حاجات. المهم بقى مش عارفه كنت اعمل غدا عماله افكر طب هجيب بطاطس واجيب بتنجان واجيب مش عارفه كل ده هياخد وقت وتكلفه. فوانا بنضف التلاجة كده لقيت يعني حته صغيره، اقل من نص كيلو بانيه. اقل من نص كيلو كنت واخده منه قبل كده. فهو ما كانش بانيه، هو كان ستريبس، يعني صوابع بانيه عريضه، تمام، عريضة كده وتخينة يعني كده. فقلت له تعالى بقى كده. انا بصراحة البانيه او صدور الفراخ في الفريزر عندي بتنفعني جدا، ان فرمتها في الكب اعمل بيها اكلة يعني صينية مكرونة، اعمل بيها اي حاجة. انا قطعتها قطع صغيرة اعمل بيها حاجات زي الفل. فقلت خلاص انا عندي الحاجة في البيت، اروح ابعت اجيب حاجة تاني من بره ليه؟ ودوت حاجة بتخليني اعرف اوفر. يعني انا لو وفر النهاردة مش ما رضيتش اشتريه ووفرت الفلوس، هشتري بيها بكرة حاجات للتلاجة تاني. فالتوفير بيجي من وقت زي دوت. عندك حاجة في التلاجة خلاص هتطلعيها. قطعت كده كام بصلاية وحطيت عليهم التوابل بتاعتهم والسمنة وحطيتهم على النار. وحطيت بقى هنا جبت الصوابع بقى كده بتاعت البانيه اللي قلت لكم، خليتها فكت وقطعتها مكعبات وهحطها على البصل كده وهقلبها واشوحها. وحطيت سمنة وزيت، وحطيت الرز بقى كده نص كمية الرز، وقلت اشوحهم شوية عشان هعمل رز النهاردة حبة وحبة، يعني حباية وحباية يعني. تمام، بشوح في ده شوية وده شوية كده اهو. قلت بقى بعد ما خلصت من التلاجة وارتحت كده راحة اخر راحة يعني، اعمل الغدا بقى كده، غدا حلو للولاد. فاقل من نص كيلو بانيه خلاني عملت صينية اكل زي الفل، والولاد كلوا وكلنا كلنا وشبعنا. ومش مهم يعني تجيبي فراخ بقى بالشيل الفلاني ولا لحمة، لا انا والله لو ربع كيلو صدور فراخ يعني او بانيه هيعمل معاكي اكلة زي الفل. المهم بس تفكري كده اهو وتتصرفي، وانت الدنيا هتمشي معاكي وهتبقى تمام ومية مية. ربنا يعينك كله. طبعا مفيش اي حاجة رخيصة زي الاول، اي اكل بتعمليها بتبقى مكلفة، بس هو مضطرين يعني، مش هناكل ولا هنشرب،
لا مضطرين هنعمل ولادنا، لان الولاد ملهمش ذنب من اي حاجه. وبعد كده بقى جبت كده كيس صلصه متفرز، بعد ما شوحتهم شويه نزلت بالطماطم، وجبت شرايح كده البطاطس واحطهم عليهم، واظبط الملح والتوابل بتاعتي، ونعمل صينيه بطاطس بقطع الفراخ الصغيرة. أنا أوقات بعمل الوصفة دي بس بطريقة تانية، بطاطس مكعبات وبحط عليها جبنة موتزاريلا من فوق، أقسم بالله بتبقى تحفة، وأنا اللي كنت مخترعاها. هبقى أعملها لكم في مرة، كنت عاملاها قبل كده بس على قناتي القديمة. المهم بقى كده الرز أول ما احمر كده جبت باقي الرز ورحت حطيته عليه، شوحته برضو كده تشويحتين، ونزلت عليه بالمية، وبقت أكلة 100 فل و10. وأكل زي الفل اهو، رز وصينية بطاطس وفيها فراخ، وهعمل جنبهم بقى كده طماطميتين كده، ويبقى الاكل زي الفل. هخلي كل دوت كده بقى يستوي، وتعالوا نشوف بقى كده بعد ما خلصنا الاكل ونغرف الاكل هيبقى شكله عامل ازاي. شايفين صينية البطاطس جميلة دوب كده، وجواها فراخ بقى وزي الفل. وكان عندي كده طماطميتين بس مفيش خيار ولا اي حاجة، فجبتهم قطعتهم طرنشات، وقرنين فلفل حراقين كده قطعتهم عليهم، بس قرنين الفلفل حمر فمش باينين. وكان الاكل مية مية وزي الفل، ومحرمتش ولادي من حاجة. وكان ده فيديو النهاردة، ياريت ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان قناتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.